أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحريف. في لحظة ممكن تغير كل حاجة، لحظة بين الحياة والموت. ظهر بطل حقيقي اسمه تيمور. قرر ينقذ ابنه من الموت وما يفكرش في نفسه ويموت هو، عشان يتحول من انه كان بطل من ورا الكاميرا انه يبقى بطل وحديث مصر كلها الايام اللي فاتت. تيمور كان واحد من امهر مدير التصوير في التاريخ، وشارك في افلام كتير زي على جثتي ومسلسل جراند اوتير. وكان برضو ما بيكتفيش بيبقى بطل ورا الكاميرا او فنان ورا الكاميرا، لا ده شارك كمان كممثل في خطوط حمراء في دور دولار مع احمد السقا. وكان من اطيب القلوب اللي عرفوها في الوسط الفني، ورحيله كان صادم لكل الناس. وهو كان بيعشق رياضة الكاياك وخلى ابنه يعشقها معاه. اللي حصل وهم راكبين الكاياك وماشيين في البحر، الكاياك اتقلب بيهم والموج عالي، فهو خلع اللايف جاكيت بتاعه ولبسه لابنه. ما فكرش في نفسه، فكر في ابنه بس. انقذ ابنه وما قدرش ينقذ نفسه، وقال مش مهم انا، المهم ابني يعيش. هما دول الابهات الحقيقيين، مش زي الابهات اللي بيرموا عيالهم وما بيسألوش فيهم، والامهات اللي بتأذي عيالها نفسيا. وفي امهات بتأذي عيالها جسديا وبتأذي بناتها جسديا، مش بتحتضن بناتها. وتيمور زي ما قلنا انه كان محبوب من الوسط الفني كله، كان اطيب قلب وكان بيساعد كل الناس وكان صاحب صاحبه. انا معرفوش شخصيا بس زعلت عليه. احمد السقا كتب تويته بيقول الله يرحمك يا صاحبي، وياسمين عبد العزيز كتبت برضه بتقول لا اله الا الله، هتوحشنا يا اطيب قلب، وداعا يا اطيب قلب. وداعا تيمور، وداعا اب عرف معنى الابوه. وربنا يلهم اهلك الصبر والسلوان، ويلهم كل احبائك الصبر والسلوان. احنا بنعزيك وبنعزي مصر كلها في موت تيمور، لكن انت دلوقتي في مكانة الشهادة، لأن من مات مدافعا عن عرضه فهو شهيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش الدعاء لإخواتنا في القطاع، إن ربنا ينصرهم، إخواتنا المرابطين في القطاع إن ربنا ينصرهم ويثبتهم. اللهم نصرك الذي وعدت في القرآن الكريم يا أرحم الراحمين. وشكرا أعزائي المشاهدين.